يصادف اليوم 26 من جوان اليوم العالمي لمكافحة المخدرات والاتجار الغير مشروع بها، فأطنان المخدرات التي تخترق الحدود الجزائرية يوميا من الحدود الغربية للبلاد تشكل خطرا كبيرا على الشباب الجزائري. فكل التقارير تفيد بأن المغرب هو من يتعمد إغراق الجزائر بمئات الأطنان من السموم، حيث تجاوزت الكميات المحجوزة 800 طن من المخدرات خلال 9 سنوات، وتورط حوالي 145 ألف شخص من بينهم 1279 أجنبي في قضايا التهريب والاتجار فيها، في حين أن ما يتم تداوله وتهريبه عبر الحدود في الواقع يفوق بكثير النسب المعلن عنها سابقا بعد الانتشار الهائل لها في المدارس والجامعات والأحياء الشعبية. وتحتل الجزائر المرتبة الثانية عالميا بخصوص كمية المخدرات المحجوزة بعد إسبانيا، وأسفرت فرق مكافحة المخدرات للأمن الوطني خلال الثلاث الأول لسنة 2016 عن ضبط 27,816,874 كيلوغراما من الكيف المعالج. كما أعلن ديوان الأمم المتحدة للمخدرات والجريمة أن المملكة المغربية تبقى المنتج والممون الرئيسي في العالم لمادة الحشيش القنب الهندي لتصديرها إلى الأسواق الأوروبية والإفريقية بصفة خاصة، مما أصبح يهدد جيرانها بشكل مباشر وتشكل خطرا على الأمن القومي للبلاد.